الآلة وهي جاية تاخد مكاننا كشفت لنا السر الوحيد اللي مستحيل تقدر تسرقه منك. ايه هو السر ده؟ تعال نفكك الموضوع سوا. الذكاء الصناعي دلوقتي بيقدر يطلع لك صورة واقعية بيرفكت، يعمل لك مشهد مثالي او لوحة عبقرية. طب هو بيعمل ده ازاي؟ ببساطة وعشان ما دوشكش بالتفاصيل، هو بيعمل إعادة تدوير لحاجات تانية موجودة على الإنترنت. في المقابل الفن البشري سواء كان صورة أو لقطة في فيلم أو جملة في سيناريو، هو بيديك أنت كفنان حاجة تعال نسميها مع بعض بصمة الحضور. يعني إيه؟ يعني لما تنزل بالكاميرا بتاعتك وتقف على الكورنيش مستني اللحظة اللي النور بيضرب فيها موج البحر عشان تلقط الصورة دي مش مجرد بكسلات ملونة، الصورة دي هي وصل بيثبت إنك كنت هناك، انك عشت اللحظة دي، حسيت بنسمة الهواء وشفت بعينك تفصيلة يمكن 1000 واحد عدى من جنبها وما خدش باله منها. نفس الكلام في الكتابة، لما الكاتب يكتب مشهد يقطع قلبك هو مش بيرص كلمات، هو بيطلع حتة من وجعه الشخصي، موقف عاشه وهو صغير، دموع حقيقية نزلت من عينه وهو بيكتب. اما الذكاء الصناعي هو ما عندوش الحياة دي عشان يديك ليها بصمة، هو ما عندوش ذكريات، ما بيحسش لا ببرد ولا بحر، ما عيطش قبل كده وما فرحش من قلبه. الآلة بتديك نتيجة شكلية يمكن تكون مثالية، لكن البني آدم بيديك التجربة الكاملة ورا النتيجة دي.